هكون عاوزة ايه يعني؟ عايزة فلوس. عايزة فلوس يا ولاء؟ عاوزة الفلوس في ايه؟ هتعملي بيها ايه؟ هنزل اشتري كيسوة عشان الانتريه. ما انت عارف ما عنديش غير كيسوة واحدة واتوسخت خلاص واحنا داخلين على العيد. هو خلاص يعني حبكت دلوقتي؟ ما هي نفيسة بنت عمي رايحة تشتري، وانا قلت هروح اشتري معاها بالمرة دي. ما انت عارف ان دعاء حبلة وتعبانة ولا بتنزل ولا بتطلع، يعني برضه ما حبكتش. انا مش عامل حسابي هجيب لك منين يعني؟ مش مشكلتي يا حسام، انا عايزة فلوس، يعني انا عايزة فلوس. اجيب لك الارض تطلع بطيخ والله هطلع لك فلوس. قلت لك معيش، انت حرة بقى، عارفة تتصرفي تصرفي، ما تعرفيش يبقى استني بقى لما يبقى معايا فلوس. يعني انت مش شايف ان الوقت ضيق وانني عاوزة انزل علشان الحق اجيب الحاجة واخيطها لسي؟ الوقت ضيق يعني مين بيجي لنا فوق؟ ما كل اللي بيجي يعيد علينا بيعيد علينا هنا. حضمي ابويا وامي يعني ما بيجوليش فوق، مفيش حد بيجي لي فوق خالص. والله خالي ما هيقولش حاجة، يعني ما هيقولش ليه ما خيطتوش فرش للانتريه. عادي الموضوع ده يتسني، وبعدين انا اخرت على الناس بقى. يلا يا ولاء نبقى نكلم يعني بعدين. يا حسام، يا حسام خد. طب خد اقول لك يو برضه غلبني زي شوال البطاطس. ماشي يا حسام. في ايه يا اختي مالك بتدوري على حاجة في الارض؟ هو الراجل ده بيعملني ليه كده؟ راجل مين يا حبيبتي؟ ده انت شكلك جنيتي على الاخر. لسه جوزي جاي لي دلوقتي، ادخلي شوفي اختك شكلها اتجنت. فيه ايه مالك؟ راجل مين دي؟ الراجل اللي انا متجوزاه. هيكون مين يعني غير حسام؟ عمل لك ايه حسام؟ فيه ايه ماله؟ في حاجة وقعت منه في الارض يعني؟ لا يا اختي اني بدور على عقلي، كان وين يوم ما وافقت ان اتجوزه؟ مش عارفة اني خدعتوني. خدعناكي؟ خدعناكي كيف يعني؟ كنا مغميين عينيكي وانت بتمضي على الجسيمة؟ يعني انا مش فاهمة عليكي. لا لا يا اختي، كلامكم فضلتوا كل شوية تقولوا لي عايزين نفرحوا بيكي، عايزين نفرحوا بيكي، وهي في الحقيقة عايزين نفرحوا فيكي. شفتي بقى اخرة كلامكم وصلتني لايه؟ مش كان زماني دلوقتي قاعدة في ضربوي معززة مكرمة؟ ايه دي يا اختي؟ هو انتي سخنة ولا ايه؟ حرارتي رفعت يا اختي، حرارتي رفعت من كلامي مع حسام. ما تقوليش ترمومتر. اني بصي لازم تتصرفي لي مع ابن عمتك دي وتجيبي له فلوسات دلوقتي. انا ماليش صالح يتصرف ويجيب لي من تحت تقاضيق الارض. لا يا اختي حرارتك رفعت من مخك التخين دي، يجيب لك فلوس منين؟ وبعدين ما تقولي لي بس ايه الموضوع؟ ليه وليه يا دعاء اني بقول له عايزه كسوه للانتريه؟ جرمت تاني كده، قلت حاجه ما تتقالش ولا تتعجلش. مش جايز يا اختي معهوش؟ ليه يعني مش راجل زي بقيه الرجاله؟ فيها ايه يعني لما اقول له يعني عاوزه قيمه 500 600 جنيه يعني؟ خلاص يعني هو دي اللي هنطلع ونشحتوا بره عشانهم؟ هو في حد دلوقتي بيتوفر معاه دلوقتي فلوسات علشان دلوقتي ما تقولي له هات 500 600 جنيه هيطلعهم لك على طول؟ ما هو فعلا مع حد. كنت تقولي له قبله، يعني ممكن كنت تقولي له قبلها بيومين ثلاثة على الأقل يقدر إن هو يدبر نفسه. والله يا أختي لو قلت قبلها بشهرين ثلاثة كمان، بس أنا ما هسكتش. أنا لازم أجيب الكسوة، يعني لازم أجيب الكسوة. وهو خلاص يعني ما فاضلش غير 13 14 يوم علشان خاطر العيد. هلحق اشتريها ميتي واخيطها. هو يعني من غير الكسوة دي ما هتعيديش؟ ما تنكديش على روحك انت وجوزك وولادك، احنا في ايام مباركة. وبعدين حاولي تعدي دي، مش لازم العيد دي، خليه العيد اللي وراه. ما هو العيد اللي وراه دي قدامه قديش يا ست دعاء؟ ده لسه حلينا سنة بقى يا ترى من يعيش. الناس تيجي هدايا وتلاقي الكسوة القديمة يعني؟ كسوة مين اللي قديمة يا اختي؟ مش الكسوة دي اللي انت لسه عاملاها من 6 شهور؟ قدمت امتى؟ ايوي ما الناس لما جوب هدايا يعني في العيد اللي فات شافوه، ولما جم في رمضان برضو شافوه. ايه يعني الناس تقول علي ان اني فقيرة ومعيش ان اغير كسوة الانتريه؟ لا لا لا، يتصرف ويجيب لي فلوسات، دي حاجة تخصه مش تخصني. ناس مين يا اختي اللي بيجولك دول فوق؟ نفسي افهم انا، يعني الناس مقطعة السكة عليك رايح جاي؟ مين دول؟ دمك وابوك اللي بيخشولك فوق. ما هدول ناس يا اختي، وبعدين انا يعني هغير الكسوة الاعز من امك وابوكي؟ لا انا ماليش صالح. الناس اللي بقى دول هيمشوا وهطلع اقول لعمتي بروحي يا اختي ونكدي على روحك ونكدي على اولادك عشان بعد كده اتعيدي في ضربوكي. مش كانت لسه وحشاكي ضربوكي؟ بروحي عيدي هناك.
عادي، هو مالها ضربويا يعني؟ ما فيهاش حاجة. على الأقل هناك أقعدي معززة مكرمة. لا تقصدي تقعدي هناك تنكدي على الناس اللي هناك وما تخليهمش يعيدوا. اغزي الشيطان يا ولاء، ودادي كدي على بيتك وعلى ولادك، وما تخربيش عليكي، احنا في أيام مفترجة. انتي حرة بقى. روحي يا اختي روحي، انتي اصلك طيبة وغلبانة، يعني هقعد زيك كدي؟ بقالك اكتر من سنتين ما غيرتيش كسوة الانتريه بتاعك، الناس حفظوه. كتر خيرك يا ولاء، كتر خيرك يا حبيبتي، بس انا في الاول وفي الاخر اقول لك كلمتين، كل واحد عارف ظروفه ايه، واللي هيحكم عليا كده يبقى هو بقى العيب اللي فيه، هو اللي مريض. مالوش صالح هني، البس ايه ملبس ايه، اكل ايه ما اكلش ايه، هيجي كمان يقول اصل ما بتغيرش الكسوه بتاعت الركنه، ما يروح يقولوا اللي يقولوه، هي الناس بتبطل كلام. قصدك طيبه وغلبانه يا اختي؟ والله يا اختي لما ابقى غلبانه وعلى نياتي احلى من كل يوم والتاني ابقى غضبانه في ضربوي وسايبه اولادي وشارده. هي سلام عليكم. ده ايه دي؟ انا بحس ان اختي دي مش ست زي بقيه الستات. ماشي براحتك، لكن انا بقى حقي بقى ان هو يتصرف ويجيب لي فلوسات. منين بقى؟ ماليش فيه، هو مش راجل. الله يسامحك ياما، مش كان زماننا بنفطر فوق؟ انا قادره اقف دلوقتي ولا اعمل فطورات؟ يما يما. في ايه يا بنتي يا نوال؟ مالك يما يما؟ في ايه؟ الدنيا طارت يعني؟ الدنيا ما طارتش يما، نفسي افهم بس انت اتجمصتي ونزلتي من عند ابو الخير ليه؟ انا ما قادراش اقف ولا قادره اعمل فطور ولا حاجه، كنا فطرنا فوق يا شيخه وكنا نزلنا. هو انت يا بنت ما بتحسيش عايزه اخوك يركب مرات اخوك علي، يقف هو يعمل الفطور والست هانم تبقى نايمه؟ هو حابب كده يا اختي، ما كان يقف ويعمل. ايه اللي مزعلك يعني؟ مش ليك ان الفطور يتعمل وخلاص؟ وبعدين هو اول مره يعمل، ما على طول هنا بيعمل لك يما. يوه يوه؟ ده يوه ويوه ويوه. ايه يا اختي اللي انت بتعمليه دي؟ لا، انا بقى اتجمصت كده ونزلت، واني هو وانت اهو، هتلاقي دلوقتي بيخبط على الباب وهيجي عشان يحيينا، والست زينب كمان هتبقى معاه. ما يحصلش يما، انت بتحلمي، وبعدين مرته دلوقتي تلاقيها نايمه وهتقول بركه يا جامع ان امك واختك نزلوا، وهتقفل الباب وهتكمل نومها. مين ده اللي هيجي؟ بنت انا عارفه اخوك يا ابو الخير هينزل دلوقتي، وانتي لو ما نزلتش اسلقي لنا بالطين ورغيفين عيش كده وحبه خديج وخلاص. ماشي يا اختي ماشي، روحي يما روحي. ايه البروتة دي؟ مش عايزه تقوم من مطرحها؟ ماشي يا اختي، اسلقي لنا بالطين، ولا اقول لك خليهم 4، انت 2 ولا 2. سلام عليكم يما. كده يما كده تاخدي نوال وتطيري على طول؟ ده انا ما لحقتكيش على السلم. يا جروبه يما، عرفت منين ان ابو الخير هينزل وراكي؟ اللي ربى بقى. يا ابو الخير يا اخوي. يا نوال نوال، ايوه يا اخويا، انا هنا في المطبخ بعمل فطور. بتعملي ايه يا نوال؟ بسلق بيض يا اخوي، بسلق بيض وبنسخن عيش وحتتين جبنه كده عشان نفطر انا وامك. لا لا، سيب الحاجات دي وطفي على البوتاجاز وتعالي اطلع معانا فوق، انا حطيت الفطور فوق، يلا. امك ما هتقدرش يا ابو الخير، ما انت عارف. مش مشكله، نفطر هنا النهارده. انا قلت لا يعني لا، احنا حطينا الفطور فوق، تعالي. مرتك نايمه يا اخويا واحنا مش عايزين نزعجوه، اطلع بقى مش مشكله النهارده. انا قلت لا يعني لا، قدام على فوق. ماشي ماشي يا اخويا، انا طالعه اهو. بقول لك ايه، يلا بقى يما، يلا نوال جاي ورانا. يوه يا ابو الخير، ما انا قلت لك خلاص مش هطلع. لا ان شاء الله تعدميني يما، لو ما طلعتي فوق ان شاء الله تعدميني. يلا 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 يا نوال. بعد الشر عنك يا اخوي، يطول لنا في عمرك يا حبيبي. خلاص بقى يما روحي معاه، وانا هطفي على البيضه اهو وهاجي على طول وراكي. ما كنتش تحلف، ما تدعيش على روحك تاني يا واد. يلا يلا قدام، اقفلي يا بنت باب الشقه كويس. حاضر حاضر يما، انا لازم اطلع، ده شكل الحكايه تحلو. ايه اللي خلاكي بس تنزلي يما؟ ده انا طلعت بحسبك قاعده بره انت ونوال ولاقيكم نزلتوا. وانا هعمل لك ايه يا ابو الخير؟ هسيبك انت يا واد اللي تعمل لنا الفطور والبرنسيسه تبقى نايمه؟ لا، انا مش عايزاك اوخدك على كده، لو ما كانتش هي تعمل لك الوكل ما تمدش يدك في حاجه. يما الحياه تعاون، الحياه تعاون، وبعدين عادي يعني، ماني ياما ببقى تعبان وهي بتعمل حاجات يعني ما فيهاش حاجه. تعالي تعالي يلا يا نوال، مش فاهم انا بتعمل ايه جوه. تعاون ولا بعون اللي انت بتقول عليها دي؟ لا انا ما فهمش كده، افهم شغلة الست ست وشغلة الراجل راجل. خلاص ما تزعليش مني يا ست الكل،
اقول لك ست الكل هو زي المسلسل كنت بتفرج عليه. انا مش عارف اني نوال بتعمل ايه جوا. اخويا يطلع يا اخويا وانا جاي وراك يو. بقول لك ايه بقى انت وامك، ما هينفعش كده. الفول والطعميه والحاجه فوقها تبرد. يلا يما. قلت يلا يما، حبيب قلبك جالك اهوت وما هنش عليه زعلك. امال ايه يا بيت؟ مش قلتلك اخوك هيجي؟ ما يقدرش يحط لقمه في خشمه من غيري، ولا يقدر يقعد وانا زعلانه منه. يبارك لي فيك يا ابني. ربنا يهني سعيد بسعيدي. ماشي يا اختي، اطلع عني منها يعني. اخرجي منها ويا تعمى. يلا بقى يا عم. كده 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 يا سحر، اغيب شويه كده تسيبي دارك وتيجي هنا. واني كنت هعمل ايه يعني؟ مامي جت وقعدت معايا كذا يوم، وهي برضو ما كانش هاين عليها تسيبني وتمشي. والصراحه بقى امك يا نبيل، كل ما اكلمها واقول لها انا عايزه اروح مع عمي ما كانتش بتسال فيا، لحد ما امي قالت لي تعالي وانا بكلم نبيل لما يخرج. انا مش عارف الصراحه، انت جابشه ملحة امي ليه كده؟ الله يسامحك، انا مش عاجبك دلوقتي يا نبيل، عشان عارف ان انت لسه خارج واعصابك تعبانه. حتى ما قالتليش والله ان انت خارج خلاص. عمتان خلصي، يلا قومي لمي خلقاتك خلينا نمشوا. حاضر يا نبيل، بس يعني امي كانت بتعمل وكل وكده، كنا هنتغدى وهنمشوا. طبعا يا صاحبي انت بتقولي ايه؟ جوزك لازم ياكل لقمه. روح يا بيت، جو حطي مع نسوان اخواتك. لا والله يا خاله، انني امي مستنياني عامله لنا وكل هناك هي واخواتي يعني. حقك علي. يلا يا صح، غير هدومك وغير للبت يلا ونمشي. يا نبيل اسمعني، امي هتزعل. لا خالتي ما هتزعلش، بالله عليك يا خاله ما تزعلي. بس امي يعني كانت عامله وكل وليله وكده لي انا واخوي. يما بالله عليكي ما تزعلي، انا هروح اغير بقى. روحي يا بنتي، روحي واعملي اللي جوزك بيقولك عليه، مش مشكله بس تتعوض. حاضر يما، ان شاء الله والله هتتعوض باذن الله. انا سمعتك يا ولدي، سمعتك وانت بتتكلم مع صح. انا ما تسمعتش عليكم، بس انتوا اللي كان صوتكم عالي شويه. والله يا خالي انا امي بتحبها، انا ما عارفش هي واخده منها الموقف ليه كده. والله يا ولدي انا اتسمعت غصب عني، وانا ما قصدتش حاجه، بس الست والدتك يعني ست محترمه وعلى راسي من فوق. وسحر حاولت اكتر من مره ان هي تقول لها ان هي يعني هتيجي حدايا هنا يومين، وهي الصراحه ما ردتش عليها. حتى لما كانت بتشيع لك اخوك عندك يعني في المركز ما كانش برضه حد بيرد علينا. عشان كده انا اللي جبت سحر هنا. صح قالت لي يا خالة، وانا خلاص الموضوع ده انتهى. بس يعني انا كان لازم افتحها علشان بعد كده برضه لازم تقول لامي حتى لو ما ردتش عليها. ربنا يهدي سرك يا ولدي. وفي كلمتين كمان، يا ريت تراضي امك وتراضي مرتك، وتحاول كده ان انت تقسم بناتهم بالعدل. انا مش هقول لك ان انت يعني تراضي بنتي على حساب امك، لا سمح الله، انا ما اقدرش على ولدي ان هو يجي عليا علشان خاطر مرته. بس هحاول على قد ما تقدر، لان امك ليها حق عليك ومرتك برضك ليها حق عليك وهتتسجل عليها. ان شاء الله ان شاء الله يا خالة. بعد اذنك يا خالة ممكن تجي يعني تستعجلها لي عشان امي عامله ليله واخواتي وعمامي وخلاني وكلهم هناك. حاضر يا ولدي، من عينيا الاثنين. ربنا يهديك يما. يا فين البت سو؟ ما جاتش يعني وسلمت علي. حاضر يما، انا جايه اهو. تعالي يلا يا سهى، بابا جوا يا حبيبتي. تعال يلا يا نبيل، انا جهزت. امال البت سو فين؟ واقفه بقى مع اولاد اخواتي. تعال هنخرج ناخدها ونمشي على طول. والله ما سايباك يا حسام غير لما تديني الفلوسات، ماني لازم اجيب الفرش اللي انا عاوزاه. السلام عليكم، انت لسه صاحيه؟ ايوه يا عم حسام لسه صاحيه. هو احنا لسه خلصنا الحوار اللي بناتني؟ براحتك كمليه انت براحتك، انا تعبان وعاوز اخش انام. ما تسيبنيش وانا بتكلم يا حسام وتديني ضهرك يا حسام، احسن ما اديكي وشي يا بنت الناس واقول لك كلام يزعلك. انا داخله انخمد. انت يعني ما ينفعش تديني وشك من غير ما تزعج لي؟ ماشي، اديني قاعدالك. ابقى فيك بدري بقى عشان قاعدالك هنا مستنياك. امال ايه يعني؟ هو اني افوت الموضوع كده؟ اديها نومه ايه ده؟ اني لازم ابقى نايمه كده وعينيا مفتحين عشان ما يمشيش بدري يروح على الشغل واني بقى ايه اخبط راسي في الحيط. لا اديني قاعدالك يا حسام.